هاي الوصفة هي وصية سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. التلبينة النبوية اللي قال عنها سيدنا المصطفى إنها مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. تعالوا نعملها مع بعض. طنجرة وعلى البارد بحط كاسة ونص مي عادية وبضيف لها 4 معالق دقيق شعير، أو مثل ما منقوله نحنا طحين الشعير. وإذا كان فيه شوائب يفضل إنه تنخلوه مرتين قبل ما تستعملوه. بنخلط الشعير مع المي على البارد كتير منيح، بعدين منشغل النار ومنضل عم نحرك لحتى يبلش يتقل معي الخليط. بضيف نص كاسة من الحليب كامل الدسم وبحرك كتير منيح لحتى يصير عندي قوام بيشبه قوام المهلبية. ممكن تضيفوا له عسل إذا بتحبوا حلاوتها ظاهرة. التلبينة النبوية وصفة صحية ما بترفع السكر بالدم، وكمان بتنشط الذاكرة وبتحافظ على سلامة القلب. كويسة للصغار والكبار، الأصحاء والمرضى. زينوها بالمكسرات والعسل أو دبس التمر. بالنسبة إلي هاي أول مرة بدوقها، بس كتير عجبتني ورح تصير جزء من نظامي اليومي. ولا تنسوا الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا اللايك.